ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. الصراحه مش عارف اعبر لك ازاي عن مدى انبساطي او فرحتي لو انت وصلت لحد هنا في السلسله دي. يمكن الموضوع كان صعب شويه من مجهود وقت، بس صراحه يعني كانت كل كلمه منكم بتهون، فشكرا بجد. حابب اقول لك كمان اني عملت قناه على الواتس، تمام، بحيث ان هي تكون خاصه بمحتويات اليوتيوب بس مش اكتر. والاكيد اني هكون سعيد بوجودك هناك، فهسيب لك اللينك في الديسكربشن وهثبته لك برضه في اول كومنت. طيب يلا بينا في محتويات الفيديو. مبدئيا احنا في الفيديو ده هنتكلم على البارت الثاني من السلكت، اللي هو السيلف جوين والكروس جوين، وكمان الجزء اللي سيبناه وعملنا له سكيب اللي هو الجوين مع مالتيبل تيبلز. تمام. كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات على انواع الجوين كلها، تمام، واتكلمنا بالتفصيل الممل، فارشح لك او انصحك اصلا ان انت تروح تسمع الفيديو اللي فات قبل ده. تمام، لان ده البارت الثاني، ويعني يعتبر الشرح هيكون اعتمادي عليه بشكل كبير. بيس. طيب مبدئيا تعالى زي ما احنا متعودين ندي نبذه مختصره عن التوبكس اللي معانا دي. مبدئيا السيلف جوين، ايه هو السيلف جوين؟ عادي انت بتعمل ربط، بس الفرق هنا ان انت بتعمل ربط في نفس التيبل. تمام. ابسط مثال الكاستمر مثلا والمانجر بتاعه، او الامبلوي والمانجر بتاعه قصدي. طبيعي الاثنين هما الاثنين موظفين، يعني المانجر ده موظف وحتى كمان الموظف برضه موظف، فهم المفروض الاثنين في نفس التيبل. فهنا نوع الجوين هيكون ايه؟ هيكون سيلف. تمام، لان على نفس التيبل. طب ايه هي بقى الكروس جوين؟ هي من الاخر بنسميها ايه؟ كارتيزيان. ليه؟ لان فكرتها ان هي بتديك كل الاحتمالات الممكنه. تمام. ممكن تكون لسه مش مستوعب، برضه هنفهم واحده واحدة. طب الجوين وذ مالتيبل تيبلز ايه فكرتها؟ انت بتعمل جوين مع اكتر من تيبل في نفس السلكتين، وده شيء طبيعي، وده اساسا المفروض يكون موجود اصلا، انت مش محتاج. طيب مبدئيا انا عملت شويه تيبل كده، تيبل اسمه امبلوي وتيبل اسمه بروجكت، وده عملت شويه انسيرت للداتا على شويه موظفين كده، النيم بتاعهم والمانجر اي دي بتاعهم، وكمان البروجكت اي دي والبروجكت نيم. تمام. طيب خلينا ابدا معاك الاول بشرح السلك. هو عادي سلكتايه عاديه. تمام، احنا هنشرح هنكتب واوضح لك واحنا بنكتب. عادي سلكت عادي. بص، هو انا بعمل ايه وانا بكتب السلكتات بالاخص في الجوين؟ لا ما بحطش حاجه في السلكت، بسيبها. تمام، بكتب فروم اسم التيبل اللي انا عايزه اللي هو امبلوي. تمام، بعدين بعد الفروم اللي هو الجوين. طب انا هعمل جوين مع مين بالظبط؟ الجوين هيكون مع برضو الامبلوي، نفس التيبل. طب هيجي لك السؤال دلوقتي، طب ازاي هفرق ما بينهم؟ هنا لازم تعمل الياس، يعني تسمي تسميه مستعاره، مثلا اسميه اي ام 2 وده اي ام 1. تمام، مش لازم كلمه الف، او مش هتفرق لو ضفتها يعني. تمام، المفروض ده الكلام ده اتشرح قبل كده، بس يعني قلت اقول. طيب بعدين انا هتربط على اي اساس؟ المفروض في اون كونديشن. انت هتربط على اي اساس؟ بص، انت المفروض في التيبل الاولاني اللي هو لو اعتمدنا عايزك تتخيل معايا انك كانك معاك اتنين تيبلز. تمام، تيبل اسمه امبلوي مثلا وتيبل اسمه مانجر. طب الفكره ان انت في التيبل اسمه امبلوي هيكون الامبلوي اي دي موجود هنا صح، بس انت بتربط بالمانجر اي دي. صح. طب تعالى اخليك تتخيلها اكتر، يعني اتمنى انت تتخيلها معايا صح. طيب كل اللي عليك انك مثلا هتشيل ده كده وتحطه في الاخر مثلا، يعني ثانيه كده، ما علينا، تعالى نكرره تاني اهو. معرفش راح فين بصراحه. فده مثلا هتعمل كات كده وكوما وتجيبه هنا وتشيل الكوما اللي في الاخر دي، وده مثلا كده كات وتجيبه هنا وبس. فهمت الفكره؟ لا لسه مش مستوعب، هقول لك. احنا تخيلنا كده عكسنا بس الكولومز اللي هنربطهم ببعضيهم، اللي هو الامبلوي اي دي والمانجر. تعال الاول تيبل اللي هو اسمه امبلويز. افترض، بقول لك افتراض طبعا مش ده مش صح صح، بس انا عشان تفترض وتتخيلها معايا وتبقى واضحه لك كرسمه ذهنيه. طيب انا دلوقتي عايز اربط التيبل ده بالتيبل ده، فطبيعي كنت هاخد الحاجه الربط ما بينهم، يبقى هاخد ايه؟ المانجر اي دي. صح. تمام، يبقى الامبلوي امبلوي 1 انا سميته ايه؟ سميته 1 اهو مثلا فروم من التيبل الاساسي اللي هو الاولاني. يبقى اكتب ايه؟ اي ام 1 دوت ايه دوت المانجر اي دي. تمام، ايكوال ايه بالظبط؟ ايكوال اي ام 2. هناك هيكون ايه بالظبط؟ خدها في نفس المكان لما عكستهم، هو الامبلوي اي دي. وضحت لك؟ وضحت لك بعد الرسمه دي او التفكير ده؟ ممكن تكون لسه، بس خلينا نكمل برضو ونرن واشرحها لك تاني. انا بس بحاول ابسط لك عشان هي ابسط من كده، بس بحاول اوضحها لك او تبقى مرسومه كده في ذهنك او تتخيلها تترسم ازاي. تمام. طيب تبقى الجزء انا عايز يظهر ايه؟ اللي عايز يظهر مثلا انا عايز مثلا النيم بتاع الامبلوي العادي. تمام، فهو انا كنت مسميه اي ام 1، يبقى اي ام 1 دوت النيم اهو. طيب عايز ايه تاني مثلا؟ عايز الاي ام 2، فين اي ام 2 دوت النيم برضه.
تمام. يعني هنا في الاول هيظهر لي اسم الامبلوي، تاني حاجه هيظهر لي اسم اللي هو المانجر اللي عليه. تمام. طب تعالى نفكر فيها بالنسبه للكود اللي قدامي ده. المفروض كيرو مين المانجر عليه؟ مالهوش مانجر فمش هيظهر. تمام. طب سلمى في مانجر عليها اللي هو الاي دي بتاعه رقم واحد، يبقى يروح للاي دي رقم واحد ويجيب الاسم بتاعه اللي هو كيرو، يبقى سلمى هيكون قدامها كيرو. طب يوسف برضو واحد اللي هو كيرو، فيجيب يوسف وقدامه كيرو بالنسبه للسلكت اللي انا عاملها. طب منى رقم اتنين اللي هو سلمى. تمام، يبقى منى وسلمى، يبقى شكل التيبل هيبقى ايه؟ سلمى كيرو يوسف كيرو بعدين منى سلمى. تعال نرن السلكتايه دي ونشوف هل الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط. اهو سلمى كيرو يوسف كيرو منى سلمى. هات لك الفكره لسه. تعال نشرح الطريقه اللي انا شرحت بيها دي في الاول على السلكت. طيب خليك عارف صح، احنا ما عندناش كي وورد اسمه سيلف. تمام، انت بتستخدم الجوين عادي سواء الانر او ليفت او رايت، وانت عارف طالما كتبت الجوين بس فهي الانر باي ديفولت. تمام. ركز في النقطه دي لان احنا برضه هوريك على الليفت والرايت ايه النظام يمشي ازاي. طيب تعال نشرح الفكره دي تاني. ادي التيبل الاساسي اللي معايا. انا عملت ايه؟ تعال نمسح كده. افترضت، تخيلت انت ممكن ترسمها احسن. تخيلت معايا ان في تيبل تاني، لان كده كده هو بيشاور على نفسه صح. ورحت عكست الاتريبيوتس، خليت المانجر هو اللي في الاول. تعالى اهو كوما، والاي دي بتاع الامبلوي نفسه خليته تحت، شلت الكوما وتحط لك. طيب يبقى انا هربط ما بين ايه دلوقتي هربط المانجر اي دي بالامبلوي اي دي. بس ده اللي انا عملته صح. طيب في اسئله اتسالتني، تعال نتستها ونشوف. دلوقتي لو انا عكست مثلا الامبلوي 1 مع امبلوي 2، عكست الاثنين دول بالنسبه يعني للكونديشن هنا، ايه اللي هيفرق بالظبط؟ اللي هيفرق ان انت غيرت التيبل، فاهم؟ يعني خليت امبلوي 2 هنا مثلا وهنا 1. اللي حصل ازاي بالنسبه للرسمه؟ فانا رحت للتاني ده واخترت المانجر اي دي، يعني هو ليه مانجر. تمام. ولما طلبت فوق طلبت الاسم بتاعه. الاسم بتاع مين بالظبط؟ بتاع الكاستمر. طب يعني انت عكست التيبلز مع بعضيها. يعني اتمنى تكون واضحه، مش عايزك تتلخبط معايا فيها، لو مش فاهمها عادي سكيبها مش مهمه جدا، بس بحاول اوضحها لك برضه. يعني اللي هيطلع بالظبط ايه اللي هيختلف؟ ان انت كنت بتسال في السؤال في الاول كان ايه؟ كان بيقول ايه؟ انا عايز الموظف وجنبيه المدير بتاعه. لا، لما انا عكست هنا لا، كده انت خليت المدير زائد الموظف اللي هو بيكون مدير عليه يعني. تعال نرن. يعني الفلوس هيكون ازاي؟ هيكون اول حاجه هيشوف كيرو، تمام، وجنبيه سلمى، بعدين كيرو ويوسف، بعدين سلمى ومنى. تعال نتست ونشوف هل الكلام ده مظبوط ولا لا. بالظبط اهو، كيرو سلمى كيرو يوسف سلمى منى. والفكره ان هو عكسهم بس. طب ليه ده حصل يعني؟ تعالى اوضحها لك برضو، نعيد فيها تاني عشان تفهمها. لو شفت هنا ليه ظهر النيم الاول بتاع المانجر؟ ليه حصل كده؟ باختصار عادي فروم امبلوي دي مش هتفرق يعني، فاهم؟ لو عكست الاثنين دول مش هتفرق اهو. دي ايه؟ مش هتفرق طبيعي. تمام، مفيش فرق خالص. هي هتفرق في حاله الليفت والرايت بس اهو، طلع لك نفس الاوت. تمام. طيب ايه اللي حصل بالظبط؟ ان انت هنا مثلا مع انت المفروض ان انت مثلا اللي هو رقم واحد ده اهو ظهر لك النيم بتاع المانجر. ليه؟ تعال نشوف 1 انت رابطه بايه. شايف انت رابطه 1 رابطه بالامبلوي اي دي، يعني المفروض ان انت بتقول ان ده مانجر وانا عندي الامبلوي اي دي، روح شاور عليه، فاهم؟ فالمفروض ان انا هجيب الاسم هنا مانجر. طب هنا الامبلوي 2 انا جبت الاسم بتاعه. طب هنا انا بقول المفروض ان ده امبلوي وعليه عنده الاي دي بتاع المانجر صح. فانا بروح اشاور هنا. فهنا اللي هو رقم 2 ده التيبل كانه بتاع الامبلوي. اتمنى تكون وضحت لك الفكره. تمام. تعال نرجعها زي ما كانت اهو. ادي واحد وادي اتنين، يعني كان شكلها عادي طبيعي خالص اهو. سلمى كيرو يوسف كيرو ومنى سلمى. طب بيس، انا دلوقتي لو قلت لك مثلا، شايف انت كان عندك موظفين او كان عندك موظفين ما لهمش مانجر عليهم، ولا زي كيرو مثلا ده. طب انا عايزه يظهر ازاي؟ فاكر الليفت والرايت؟ اللي هو مثلا الليفت كانت بتظهر التيبل اللي بعد فروم، والرايت كانت بتظهر التيبل اللي بعد الجوين. تمام. طيب انا دلوقتي عايز مثلا كل الامبلويز يظهروا لي. طب دي هعملها ازاي؟ مبدئيا انا عايز اعرف ايه التيبل بتاع الامبلوي، انهي واحد فيهم بالنسبه للربط هي اللي هتبين لي. هو اللي هو رقم واحد. تمام. ليه؟ لان هو عامل دوت مانجر، يعني عنده الاي دي بتاع المانجر فبيشاور على المانجر. انا ربطت بكده. طيب ده دلوقتي هيبقى بالنسبه للجوين ليفت والرايت. ام 1 اي ام 1 هو الرايت، يبقى اكتب رايت.
تمام. تعال نرن ونشوف. المفروض يظهر لي هنا ايه، هيتحط كيرو في الاول وقدامه null value اهو. ده اللي انا كنت عايزه بالظبط. تمام. طب لو عكسناها بقى، لو انا قلت لك مثلا عايز الليفت، يبقى المفروض هيجيب لي المدراء نفسهم اللي هم نفس الاسامي اصلا، وحتى لو ما كانش فيه موظفين تحتيه، يعني نفس المنشور عندك كيرو ليه، تمام، سلمى ليها، يوسف هيكتب قدام نل، ومنى كذلك هيكتب قدامها نل، لان ملهاش مثلا امبلويز تحتيها تديرهم وكده. فتعال نرن نشوف الكلام ده مظبوط ولا لا. اهو شايف كتب لك كيرو يوسف، كيرو سلمى. طبعا انت عكسهم يعني، لان ده الامبلوي هو الكولوم التاني. سلمى كانت على معاها منى، طيب يوسف ملوش ومنى ملهاش، تمام، كمانجر يعني. طب لو قلت لك انا مش عايز اللي هم فيهم يعني مش عايز اللي فيه نل، بس بشرط ما تستخدمش الانر جوين، هتعمل ايه؟ هتنفيها، بس هتكتب وير كونديشن عاديه، ان مثلا الاي ام 1 نيم دي نوت نل، بس يعني دي الفكره باختصار. از هنا معلش. تمام. فتعال نرن. المفروض كده هيشيل اخر اتنين، هيشيل يوسف ومن. بالظبط، ده اللي انا كنت عايزه، وفعلا عمل كده من غير ما استخدم الانر جوين. تمام. طيب تعالى نعكسها، يعني لو انا شلت الجزء ده وانا خليتها عاديه رايت، تمام، المفروض هتلاقي فيه واحد نل، صح تقريبا، اللي هو كيرو. ما كانش ليه. طب انا مش عايز الاسامي دي تظهر، بس برايت ان انت بشرط ان انت تستخدم الرايت، يبقى عادي هتكتب وير كونديشن عاديه، ان مثلا امبلوي 2 النيم بتاعه از نوت نل، بس. وانت كده استغنيت عن الانر جوين. بيس يعني، اتمنى تكون واضحه لك، واتمنى تكون بسيطه ومفهومه وسهله. لو عملنا مراجعه سريعه، فلازم اقول لك ان السيلف جوين ده نوع من انواع الجوين، بيربط ما بين الجوين ونفسه. تمام. كمان انت لازم تستخدم الالياس عشان ما يحصلش معاك اي ايرور، يعني تسمي تسميه تاني، يعني زي ما سميت هنا امبلوي، اول واحد سميته اي ام 2 مثلا، بعدين اي ام 1. طبعا مش شرط تستخدم از، عادي براحتك، بس يعني يفضل او شرط اكيد عشان ما يحصلش معاك اي ايرور او تدخل في البيانات لو ما عملتش الالياس. تمام. يعني اعتقد احنا طبقنا كل الافكار الشائعه او كل الافكار اللي بتحصل بالنسبه للسيلف جوين. طيب تعالى ننقل للبارت الثاني اللي هو الكروس جوين. ده موضوع سهل وهي فكره بس مش اكتر. تمام. تعالى مثلا نرسم كده رسمة بسيطة. تعالى هنا. لو انا افترضت ان انت عندك مثلا ادي، تفترض ان هنا في ادي تيبل ثانية، مش بيكتب ليه اهو. افترض ان عندك مثلا ادي يا عم تيبل اهو كده، وافترض ان هنا في تيبل تاني، ده مثلا في كولوم 2 3 4، كده 5 يعني، واحد 2، مش لازم يعني اكمل. تمام. هو الفكرة بياخد كل كولوم من هنا ويروح يضربه او يعني يجمعه مع الكولوم ده، الكولوم ده، الكولوم ده. طبعا مفيش اون كونديشن هنا، ملوش شرط، لان هو بيعمل مع كل الكولومز. تمام. وكذلك ده كده. فاهم الفكره؟ بيجيب لك كل الاحتمالات الممكنه بالنسبه للروز مع الدمج ما بينهم. اتمنى تكون وضحت لك. تعال نشوف مثال تحت طيب ممكن يوضح اكتر. فين الكروس؟ غالبا تحت شويه. كروس ماشي. بص هنا كان عندك ايه، اتنين تيبل. تيبل اسمه كولر، ما فيهوش غير ما فيهوش بس غير رو واحد بس، اصلا كولوم واحد. في عندك الريد والبلو، يعني في اتنين رو. يعني بص هو كده ادي التيبل بس باختصار، في قيمتين بس، ريد وكمان البلو. وعندك تيبل تاني اللي هو السايز بتاع الحاجات دي، مثلا اللي هو سمول ولارج. الفكرة باختصار هياخد الريد ويعمله مع الاس اللي هو سمول، والريد برضو هيعمله مع اللارج، والبلو هيعملها مع سمول، كمان البلو هيعمله مع اللارج. وده اللي هنشوف في الاوت بتاعه، ريد مع سمول، كمان ريد مع لارج، كمان بلو مع سمول، وبلو مع لارج. يعني بيجيب لك كل الاحتمالات الممكنة بالنسبة للروز، كارتيزيان برودكت من الآخر. في اي نوت هنا ممكن نقراها برضه على السريع. بيقول لك ايه، بيقول لك it doesn't require on condition، مش محتاج ان انت تستخدم الاون كلوز. مفيش كونديشن معين عشان تماتش الروز، صح؟ انا ما قلتلكش ان انت هتماتش روز هنا، بقول لك انت هتجرب كل الاحتمالات. في ايه تاني بيقول لك ايه، بيقول لك ان هي بتنتج produce the Cartesian product of two tables من الاخر زي ما قلت لك. طيب في ايه تاني، ممكن ده جزء النظر يعني.
ده كان بيعمل اكسبلانيشن بس اللي احنا قلناه فوق. ممكن يجي لك سؤال برضه يقول لك انا عايز اعرف عدد الروز بتاع التيبل اللي هيطبع لي. تعرفها ازاي؟ هتجيب رو التيبل الاولاني، التيبل الاولاني مع تضربها في روز التيبل الثاني. هنا 2 في 2 فهتطلع معاك 4، وده بالظبط اهو 4 واصله. ممكن يجي لك سؤال نظري برضه كويس. في ايه تاني؟ بيقول لك نو نيد كلوز، مش محتاج اللون كونديشن ديت بس. طب هنا عمل كومباريزون. تعال احنا نتست بس الاول وبعدين ابقى نيجي للكومباريزون. انا دلوقتي عايز اعمل كروس جوين دي ما بين مثلا الامبلوي والبروجكت مثلا. تعال نمسح بس ده عشان ما يحصلش اي قصدي ثانيه ايه ده، ده الانسيرت للداتا ما بين الامبلوي والبروجكت. تمام، واصله لك. يعني خلينا نقول السؤال، انا عايزك توزع لي كل الموظفين على كل المشاريع، اهو هيجي لك بنفس النمط ده. تمام، فانت تستخدم الكروس جوين. فنكتب سيلكت عاديه، مش عايز زي ما انا متعود، مش هكتب اسم الكولومز، انا عايز أكتب. بعدين فروم اسم التيبل واسم امبلوي. تمام، بعدين جوين. انا بعمل جوين، طبعا ده كروس اهو. انت بتحدد نوعها هنا على عكس السيلف انت لا، انت اي نوع معاك عادي، اللي هو سواء الرايت او الليفت او حتى الانر جوين. تمام، لان السيلف دي مش كي وورد انت بتستخدمها. طيب، انت هتعمل جوين مع التيبل اسمه بروجكت اهو. تمام. زي ما قلت لك مفيش اون كونديشن، انت كده خلاص خلصت، مفيش حاجه تانية. تقدر تكتب انت عايز ايه اللي عايزه يظهر بالظبط. تمام، انا عايز استرك، عايز كله احطهم لي كله، مش محتاج حاجه تانية. بيس. طيب في اي حاجه تاني؟ لا مش شايف حاجه تاني. تعال نرن بس، تعال نتوقع النتيجه. هنا عندك اتنين بروجكت. تمام، اهو اتنين قدامي. طب هنا مثلا عندك اربع اشخاص، يبقى السايز بتاع التيبل ده او عدد الروس هيكون كام؟ 2 في 4 صح؟ فهيكون ب 8. تعال نرن السلكتيه دي، شوف هل مظبوطه ولا فيها اي حاجه غلط. تمام مظبوط. المفروض هيطلع كام؟ قلنا 8. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5 6 7 8 مظبوط. معلش في واحد زاد في الاول، معلش ازاي. المهم زي ما قلت لك، ضرب الاثنين عدد الروز بتاع التيبل الثاني زائد الاربعه عدد الروز التيبل، ضرب 4 اللي هو عدد الروز بتاع التيبل الاولاني، فهيديني 8. وكده فعلا مظبوطه، جاب كل الاحتمالات. يعني اول حاجه الاي دي، فاكر ان هو كيرو ما كانش عنده منشن. عملوا مع ايه؟ عملوا مع البروجكت الاولاني والبروجكت الثاني. هو مش هتفرق يعني سواء ده او ده، يعني خد الاثنين من الاخر، موبايل اب واكونتنج سيستم. تمام، هتلاقي كلهم عملهم مع الاثنين دول. يعني سلمى هو مره مع موبايل اب ومره مع اكونتنج. طب انا في حاجه ما كنتش عايز مثلا ان يكون موبايل اب. طب انا ازاي هحط ويل كونديشن عادي؟ ويل مثلا ان هو البروجكت نيم. طبعا البروجكت ده نيم طبعا يمين، يبقى اكتب بروجكت اهو. كان ممكن اختصرها يعني اخليها بي دوت، ممكن يجي على طول يعني، بس تعالى نشوف عشان ما يحصلش اي ايرور كده اهو. لا يساوي مثلا لو الكلمه كانت تبقى حلو حلو. انا هنا هستخدم موضوع النوت لايك اللي شرحته. تمام، ادي نوت لايك. نوت لايك ايه بالظبط؟ انه مثلا يبدا بحرف الام، يبقى اكتب ام ومش هيفرق بالنسبه لي بعدين، يبقى احط علامه البيرسنت او المودرس يعني. فتعال نرن هل الكلام مظبوط ولا لا. هو المفروض هيشيل اللي فيه حرف الام، اول حرف الام. تمام، تعال نرن. حلو، يعني تعتبر كانها بمثابه مراجعه عليك اصلا. تمام، هتلاقي ما عملش معاه. طب انا مثلا ما كنتش عايز كيلو، يبقى اعملها ازاي؟ يبقى مثلا دي هنختصرها مثلا في حرف الاي، اعمل الايزنج. هكتب اي كان 2. نوت لايك مثلا ان هو مش عايز يبدا بحرف الكي اهو، يبقى مش هيظهر لي كيلو خالص. يبقى هيشيل احتمالين صح، يبقى لي كان شلت رو، يبقى معايا رو او معايا 2 رو بتاع التيبل التاني زائد 3 رو، يبقى 2 في 3 في 6. تمام، اهو شال لي كيلو ودخل على طول في سلمى 1 2 3 4 5 6، وده عدد مظبوط 100%. تمام، هو بالاخر جاب لك كل الاحتمالات، وعادي استخدمنا هو الوير كونديشن ومفيش اي مشكله، وكمان ربطناها باللايك عشان تظبطها جدا. طب انا كنت عايز كيلو بس، يبقى شيل نقطه. مش عارف اذا كان في اسئله تاني ممكن نعملها ولا لا، بس يعني شايف ان هو كفايه كده بصراحه، فجاب لي كيلو بس. بس كنت عايز ارجع معاك فكره السيلف تاني بس عشان ربما تكون اتلخبطت مني. تمام، تعالى برضو في مكان فاضي اهو هنا، اي مكان فاضي اهو. ادي التيبل الاولاني اللي معايا. تمام، كان في ايه بالظبط؟ كان في
افترض ان انا شغال على شويه الداتا مكان الروز مكتوبه تحت يعني، ماشي، عشان تبقى واضحه قدامك. ادي هنا مثلا الاي دي بتاع الامبلوي نفسه، وهنا المانجر ام اي دي. الفكره باختصار عشان تبقى واضحه قدامك، انت هتعمل ايه؟ هتعمل تيبل تاني. تمام، ده التيبل هيكون كانه خاص بالمانجر، طبعا ده في ذهنك مش هتعمله ككودنج. تمام. الفكره ان انت هتعكس الاثنين دول مع بعض اللي انت هتربط بيهم. يبقى اول حاجه المانجر اي دي، بعدين الاي دي بتاع الامبلوي. تمام، ممكن تحط حرف الاي برضه عشان تميز كده قدامك وبرضه تبقى فاهم. طيب انا دلوقتي ده طبعا انا افتراضي ان الاي ام 1 هو الموظف، اي ام 2 هو ايه؟ المدير. طيب يبقى انا هاخد من اي ام 1 هاخد الحاجه اللي انا رابط بيها. طب ايه اللي رابط بيها مع التيبل الثاني؟ هو المانجر اي دي. يبقى لما اجي في الان كونديشن يبقى اكتب اي ام 1 دوت المانجر ام اي دي. شوف زي ما انت كاتبها بقى، مانجر اي دي ايكوال. طبعا ده بافتراض ان هو كان سألنا السؤال اللي هو بيقول لك ايه، انا عايز الموظفين في البدايه. شايف؟ قال انا عايز الموظفين والمدراء بتاعهم او المانجرز بتاعهم. يبقى ايكوال ايه؟ ايكوال اي ام 2 دوت اللي انا هربط بيه اللي هو امبريو اي 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 دي. وصلت لك الفكره؟ طب انا لو كنت عايز العكس بقى هعكسهم بس مش اكتر. اللي هو بمعنى انا كنت عايز الامبلوي، او اللي هو عايز المانجر يعني، والامبلويز اللي بتوعه يعني اللي تحتيه. طبعا هي مش هتفرق قوي يعني، انت ممكن تعكس الكولومز، بس انا يعني حبيت اوضحها لك يعني هي جت ازاي اصلا. تمام، واديني رسمتها لك برضه يعني. بص تعالى نعملها تاني. اهو لو رنيت الكود ده عادي. شايف؟ هو المفروض انا دلوقتي الاي ام 2 هنا هي بتشاور على المانجر اي دي. فاكر انا قلت لك ايه دي؟ معناها ان هي هنا الام 2 هي خاصه بالامبلوي نفسه، فهنا هيظهر الاسم بتاع الموظف. تمام، يبقى هنا الاسم بتاع المانجر، وتحط لك ده نفس اللي انا رسمته. يبقى الاول مانجر بعدين الموظفين اللي تحتيه. تمام. طب لو انا كنت عكستهم زي ما قلت لك، هنا واحد وهنا اتنين. شايف اللي حصل؟ عكسهم بس مش اكتر. انت ممكن تغير بس، تعكس العواميد بس معاك. بس انا حاولت يعني حبيت اوضح لك هي جت منين بس مش اكتر. تمام. بس مفيش حاجه تانية، عكستهم ومفيش اي حاجه. طبعا انا حاولت اوضحها لك عشان تبقى فاهم، لان في حاله الليفت والرايت هتفرق جامد، ولازم تكون مركز انت بتعمل ايه بالظبط. تمام، لان في حاله الليفت لازم مهم تعرف الاثنين بالظبط جت منين. طيب احنا كده خلصنا النقطتين دول اللي هما السيلف والكروس. اعتقد كانوا واضحين بما فيه الكفايه، واتمنى يكون سهل. طيب نيجي للجزء اللي هو الجوين ويز مالتيبل تيبلز. ده موضوع سهل وفكره سهله. انا جبت طبعا شويه حاجات جاهزه كده عشان نشرح عليه، عشان كنت عارف ان الفيديو هيطول مني جامد. طيب مبدئيا عشان نطبق ده انا جبت ثلاثه تيبلز، الامبلوي وكمان الديبارتمنت وكمان البروجكت. طيب الاتريبيوتس اللي فيه هنا الامبلوي اي دي والنيم وكمان الديبارتمنت. هنا واضح لي ان انا هربط بالديبارتمنت. تمام، يبقى في جوين مع الديبارتمنت. تمام، وادي الديب اي دي. يبقى هربط ده بده. تمام، في التيبل اسمه امبلوي والتيبل اسمه ديبارتمنت. ادي اول جوين. طيب بعدين البروجكت مربوط بايه؟ مربوط بالموظف نفسه، امبلوي اي دي. يبقى هربط الامبلوي اي دي بالامبلوي اي دي اللي فوق دي. تمام، وهعمل جوين ما بينهم. واضحه لك؟ اتمنى تكون واضحه. طيب هنا هعمل شويه انسيرت للداتا، احمد، سلمى، يوسف، اي تي، اتش ار، ايا يكن يعني اللي عمل. المهم جه هنا ومثلا هو عايز يظهر كل واحد الاسم بتاعه والديبارتمنت والبروجكت. تمام، ايه رايك نكتبها؟ اعتقد يعني هيكون احسن عشان نفكر فيها سوا. انا هاخد الكودينج ده، اعتقد ان انا نسخته قبل كده او مش عارف صراحه. غالبا لا، تعالى نشوف. لا، تعالى نعمل فايل جديد كده. نمسح دول بسرعه. بص هوقف واجيلك بسرعه. طيب انا عملت كوبي لكل الداتا اللي كانت موجوده بس عشان نتست عليها ونفكر فيها سوا ونشوف هنعملها ازاي، يعني هيكون افضل بكتير على الاقل بنفكر برضه. فادي اول حاجه الثلاثه تيبلز اللي اتكلمنا عليهم، وادي انسيرشن للداتا. تمام، او انسيرت للداتا فيهم. فتعال مبدئيا قبل ما نرن عشان ما يحصلش ايرور، تعال نمسح التيبلز اللي عندي دي كلها مش محتاجها لان تجيب معايا رونج. دروب تيبلز، دروب ناو، او سيلكت اول، وبعدين تعالى نرن. تمام، هو كده اشتغل طبعا ما جابش اي رونج. تعالى تحت التيبلز كده ونكتب تحتها بالظبط عشان يبقى قدامي. اول حاجه هو كان عايز ايه؟ سيلكت
انا مش زي ما قلت لك مش بحدد الكولومز ولا حاجه. بعدين فروم اسم التيبل الاولاني ايا يكن التيبل اللي انت هتعمله مش هتفرق، خلينا في الامبلوي. تمام. بعدين جوين مع مين بقى؟ اول حاجه الامبلوي جوين مع ديبارتمنت. تمام. اون. طب اون ايه الكونديشن بتاعته؟ تعال نسمي صح. ده نسميه مثلا اي، وده نسميه دي. طب ايه الاي دوت؟ شوف الاتريبيوتس اللي عندك اللي هو كان فيها ديبارتمنت تقريبا اي دي. تعال نشوفها بما اننا مش جاهزه. اهو ديبارتمنت اي دي ايكوال الدي دوت كان ايه؟ كان الديبارتمنت اي دي برضه. تمام. كده انا عملت اول جوين او اول حاجه هربط ما بين التيبل اسمه امبلوي والديبارتمنت. طب انا عايز اربط ما بين البروجكت والامبلوي، يبقى اخد التيبل ده واعمل جوين تاني عادي. اهو جوين، ما بفصلش ما بينهم بحاجه. اسم التيبل هسميه مثلا بي اون بي دوت المفروض امبلوي اي دي اهو ايكوال الاي دوت غالبا نفس الاسم، يا رب يكون نفس الاسم بالظبط امبلوي اي دي. بس مفيش حاجه تاني. الموضوع سهل وبسيط. طيب شوف انت عايز ايه يظهر. مثلا انا كنت عايز مثلا الامبلوي دوت نيم. تمام. وكنت عايز مثلا ايه يظهر تاني؟ تعالى نفس البقمة. عايز الديبارتمنت مثلا اللي هو دي دوت ايه الاتريبيوتس اللي عندي. مثلا عايز مثلا النيم بتاعه. كمان مثلا كنت عايز البروجكت دوت نيم دي دوت بروجكت نيم. بس مش عايز حاجة تاني. هل في اي رونج كده؟ تعالى نتست ونشوف الموضوع ده اهو. رن. اه جاب لي احمد اي تي وسلمى اتش ار ويوسف اي تي وال يعني البروجكتات بتاعتي. تعال نتأكد برضو من الاوتبوت، هل كان نفس الاوتبوت على الويب ولا؟ بالظبط نفس الاوتبوت، هم احمد سلمى يوسف. تمام. واهو احمد سلمى يوسف. بس يعني هو ده كان محتوى الفيديو ببساطة. هنا احنا جينا في الاخر بس عشان نأكد احنا ربطنا بالجوين عادي ما بين اتنين تيبلز. تمام. ده كان محتوى الفيديو. شرحنا السيلف والكروس والمالتيبل اللي هو الجوين مع with multiple tables. الموضوع كان سهل وبسيط، وده كان آخر فيديو. بالنسبة للشرح أكيد يعني إن شاء الله هننزل فيديو حل يعني إن شاء الله. ويعني شكرا لو كنت وصلت لهنا، وأشوفكم في الفيديو الجاي، وسلام.